صباح الأنوار من تاج الحضارات الأقصر. احنا هنا فين؟ احنا في أسد معابد مصر. أسد معابد مصر اللي هو ايه؟ اللي هو الكرنك. طب احنا هنا فين؟ في الكرنك، في صالة الأعمدة الكبرى، أكبر صالة أعمدة، أكبر صالة استقبال في العالم كله، 5000 متر مربع، 134 عمود. وطبعا هنا عندنا النقش ده في غاية الروعة من أيام زمن النقش، فن النقش، فن النحت الجميل، من أيام سيتي الأول. أهو اسمه فوق أهو، من معترع، من معترع سيتي الأول. أهو بيقدم القربان هدية للمعبود منتو. ده منتو اسم مكتوب فوق، منتو إله الحرب، وهو برأس صقر أهو، ورأس صقر وقرص الشمس والرشتين. ده منتو، يعني حد يجي يقول ده خنسو، لا، ده منتو إله الحرب. وعندنا 21 معبود عند الفراعنة مثلوا وصوروا برأس صقر. يعني اللي يقول لي حورس بس هو برأس صقر، لا، طبعا عندنا 21 معبود عند المصريين القدماء برأس صقر. ده سيتي الأول، ولابس اللي هو الباروكة أهو، الوجه أهو، وفوقيها التاجين، تاج الجنوب وتاج الشمال. وبيقدم القرابين هدية لأمون رع، المعبود أمون رع، له شكل شخص وبرشتين فوق راسه. طبعا هنا أنا قصدت ليه النهاردة أجيب النقش ده، علشان خاطر ده من أيام سيتي الأول في صالة الأعمدة الكبرى في المنطقة الخاصة به هو، يعني المشيدة من أيام سيتي الأول. وفن النحت، وفن النحت البارز بالذات، كان في قمته أيام سيتي الأول، وقبليه طبعا أمنحتب الثالث. وكله يعني أنت لما تيجي هنا في الكرنك ومعاك وقت، تجيب الضيف بتاعك هنا في المكان ده الخاص بالملك سيتي الأول، وتوري له النحت البارز في عهد سيتي الأول، إنه كان في قمة الجمال وقمة الروعة. ماشي. فأنت هنا حضرتك في تاج الحضارات الأقصر. ده المعبود آمون رع كمتقف، معبود الخصوبة أو إله الخصوبة عند المصريين القدماء. وآدي سيتي الأول بيحرق له البخور، بيبخروا يعني. فأنت زي ما أنت شايف حضرتك الفن البارز، يعني أنت تنوع في الزيارة فمعاك، وخصوصا لما يكون معاك وقت كافي، وتزوروا في صالة الأعمدة الكبرى، تديله جزء من أيام سيتي الأول، أو فن النحت من أيام سيتي الأول، وخصوصا النحت البارز ده كان في القمة. بص حضرتك، يعني بص الباروكة اللي لابسها سيتي، بص ادي انعكاس الشمس، هقربها لك اهو، بص كده، بص العظمة والجمال في النحت، بص العظمة والجمال في النحت، فن النقش والنحت، وخصوصا البارز. ده سيتي الأول بقى، ده أبو رمسيس الثاني. وهنا تاج الحضارات الأقصر، مدينة القصور، الأقصر جمع قصر. متعكم الله بالصحة والعافية، وإلى منشور آخر إن شاء الله.